في فيديو النهارده هاشرح لك 3 طرايق تجمّعوا بيها عدد جواهر لا تتخيلوه بطريقة مهولة، ممكن تعرفوا تجمّعوا منه كل شوية جواهر. فقبل ما نبدأ كده ما تنساش تحط لي اللايك والاشتراك، وتنزل تقول لي في التعليقات وأنت تعرف كام طريقة منهم، وما تنسانيش من التعليق الحلو كده. ومن غير كلام كتير يالّا نبدأ. أول حاجة كده أمّا اللعبة معانا كده هنخش، وبعد كده هنخش على حدث الأساطير الدوليون. بعد كده هنا هتتفتح لنا على في المكافآت بس. المكافآت هتجمّع منها تقريبًا ما يقارب 3000 جوهرة. لو مش عارف أنت بتفتح الحاجات ديّة فأنا عملت عليها فيديو، أنت انزل خُش شوفه دلوقتي. غير الفصل التاني التالت أنت هتلعب مطوشة بس هتجمّع نقاط ترقية تصنيف تقريبًا 500 نقطة ترقية تصنيف، وهتجمّع 2000 تل 2000 ل3000 جوهرة من الفصل بس. الفصل التاني بقى أنت بتلعب كل يوم وبييجي لك. لو أنت خلّصت اللي هي الألعاب ديّة فأنت يعني هيكون في احتمال يا تاخد 300 جوهرة، يا تاخد 100 جوهرة، يا تاخد كروت تانية وحاجات تانية. تخش بقى على الفصل الأول واللي أنت هتجمّع منه كتير حرفيًا. أنت كل يوم تخش تلعب اللي هي المراوغة والدفاع وكل الحاجات ديّة، هتجمّع لمّا تقعد تلعبهم كلّهم وتخلّص الحدث تقريبًا هتجمّع من 15,000 وأزيد. تخيّل أنت 15,000. ولو أنت عايز تعرف إزاي الحسبة فأنا الفيديو اللي أنا شارح فيه الحدث فأنا قايل لك عليه. ونخش على الطريقة التانية واللي هي الناس ممكن ما تكونش عارفاها كتير، وهي الشارة. لمّا بتلعب بييجي لك اللي أنت كل أمّا تقعد تجمّع لعيبة وكده، بييجي لك جواهر كتيرة. يعني أنت بُص، كل أمّا بتقعد تفتح باكيتات وتجمّع لعيبة، بُص وتخيّل إن أنت البتاعة دي بتزيد وبتاخد كل دفعة بس 5000 جوهرة. فأنت يعني هتجمّع عدد كبير جدًا من الحدث بعد الحسبة أنا عرفت اللي هي أنت هتجمّع 60,000 جوهرة. تخيّل أنت 60,000 جوهرة من الحتة ديّة بس. فأنت اقعد افتح درافتات كتيرة وهتضبط معاك. ونخش بقى لآخر طريقة معانا واللي هي اللي هتنفع معاك وهتجيب لك جواهر بال100,000 والحاجات ديّة، وأنا مش باقول أي كلام. هتجيب لك جواهر بطريقة أنت مش متخيلها. فتخش أنت على المتجر، بعد كده هتدوس على نقاط FC والجواهر، بعد كده هتدوس على الجواهر، بعد كده هتدوس على اللي هي اللي في النُص اكمل العرض. أول ما تفتح الواجهة ديّة هتتفتح قدامك. فيعني أنت بقى بتقعد تنقي مثلًا أنت بتحب ألعاب الذكاء، في لعبة أهيّة أنت بتنقيها بيقول لك مهام، اكمل مثلًا 100 مستوى يوميًا. بيقول لك مهام أنت بتعملهم، وأول ما بتخلّصهم بيروح جاي على طول باعت لك جواهر على صندوق المكافآت. وبُصّوا أنت بقى بتختار اللعبة، في لعبة مثلًا زي كده، اللعبة ديّة بتاخد فيها 100,000 جوهرة. ويعني وخلّي بالكم أنتم بتقعدوا تلعبوا كده، وممكن لو أنت مثلًا استنيت بتنزل double. يعني أنت ممكن مثلًا دي هاخد عليها 100,000 جوهرة، بينزل في أوقات من اللعبة بتخلّيها مثلًا double. أنت تاخد 200,000 جوهرة، ال4000 بتخلّيهم 8000. فأنت يعني إيه ممكن تستنى، ممكن تلعب. اللعبة ديّة مثلًا اللعبة بتاخد عليها 150,000 جوهرة ب16 مهمة بس. الlevel بُصّوا أنت لمّا بتقعد level لمّا بتزيد في الlevel بيدّي لك إيه. بُصّوا level 10 بتاخد جواهر في دول. ده بقى لمّا بتعمل مهام بيكون فيها جواهر تانية. وكل غير دُولة كلّهم في اللعبة ديّة بس يعني. بيكون لمّا أنت بتقعد top لمّا بتطلع top مش عارف كام كده بتاخد جواهر هنا. فأنت يعني اللعبة موجبة معاك خالص يعني. غير ديّة مثلًا، ديّة top over يعني ديّة عاملة معاك over عرض حلو يعني. بُصّوا اللعبة دي جامدة، يعني أنا ممكن ألعبها في العادي. بتقعد إن أنت سفينة وبتقعد تطوّرها، أنا ممكن والله أنزّلها ألعبها في العادي. يعني بتقعد كده وتلعب. أنا هاخدها screen عشان إيه أبقى أنزّلها. يعني اللعبة ديّة أنا قدّامك أهوّة أخُش وألعبها. اللعبة حلوة أنا عاجباني فكرة اللعبة. أخُش ألعبها وآخُد منّها جوايز. غير اللي هيبقى في حاجات تانية، في عروض مثلًا، في حاجات. طَب تعالوا مثلًا نخُش على عرض منّهم. ديّة برضه بيقول لك ليفيلات وكده، فأنت بتخش مثلًا تترجم لو أنت مش عارف الحاجات دي، تخش تترجمها من أي من Google Map أو أي حاجة. و يعني إيه وتلعب اللعبة اللي أنت نِفْسك تلعبه مثلًا. شايف اللي هي عادي أنا ممكن ألعب ديّة، تخش وتلعبها. يعني بُصّوا الأحداث كبيرة إزاي. top over عامل لك 105,000 جوهرة. ممكن أنت تلعب على 5، 6 ألعاب، تلعب على لعبتين، 3 تُقال.
تخيل ان انت هتقعد وقت بس انت هتجمع عدد جواهر كبير جدا. فيعني انا كده يا رب اكون عرفت اوضح لكم، ولو عجبكم الفيديو هقول لكم على طرق تانية هتنفعكم جدا، فما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا سلام.